مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عايز اوريكم طريقة اختيار المنتجات. يعني بعمل تجربة عملية لاختيار منتج للبيع على امازون الامارات. فهوريكم طريقة البحث بتتم ازاي، واختيار المنتجات دي بتتم ازاي. وان شاء الله قريب كده هنبدأ يعني يكون في اطلاق لكورس امازون الامارات، بحيث الناس تبدأ تتعلم. احنا كنا طبعا اتكلمنا قبل كده ان امازون الامارات في طريقتين للبيع عليها. الطريقة الأولى إن أنت تشحن منتجاتك من مصر لمخازن أمازون الإمارات وتبدأ تتباع هناك. والطريقة التانية إن أنت تشحن منتجاتك من الصين وتروح مخازن أمازون الإمارات وتتباع هناك. نفس الشيء بيتم في السعودية برضه. ففي بعض الناس بتعمل كده وفي بعض الناس بتعمل كده. اللي عنده مصنع في مصر أو عنده حاجة أو منتج كويس بفرق سعر كبير يقدر يشحنه الإمارات، خلاص بينافس في كده. اللي خلاص مش عارف يطلع المنتجات بره او هيلاقي مشكلة في كده، او المنتج بيبقى مثلا ارخص في الصين من مصر، فخلاص بيجيبه من الصين يشحنه على الايه، امازون الامارات. المهم بقى مش كل يعني الحاجات دي بسيطة. المهم اختيار المنتج نفسه، المنتج نفسه اللي هتبيعه. في بعض المنتجات على امازون الامارات بعض الناس بتشوفها ان هي تافهة، بس الحقيقة ان هي المنتجات دي من الاكثر مبيعا. يعني مثلا في منتج من الاكثر مبيعا اللي موجود على امازون الامارات، عبارة عن فلتر تنقية بيركب في الدش. فلتر تنقية بيركب في الدش ده من الاكثر مبيعا مثلا. هتلاقوا منتجات حاجات كتيرة زي كده. ليه؟ لان السوق هناك وثقافته، والسوق هناك مفتوح بشكل كبير جدا وكله جنسيات اجنبية. في جزئية كبيرة منه جنسيات اسيوية، هنود وباكستانيين وبتاع، ولكن في جنسيات تانية كتير جوه البلد. فالثقافات متنوعة وبالتالي المنتجات مختلفة. القوانين اللي بتسري في سوق مصر ما ينفعش تسري هناك. على العموم مش هطول عليكم، خليني اوريكم تجربة عملية كده في اختيار المنتجات يعني.